لو لقيت نفسك في مركب بتغرق والحل الوحيد عشان تعيش إنك ترمي صاحبك للموت، هتعمل إيه؟ غريزة البقاء ممكن تحول أقرب الناس ليك لوحوش كاسرة، وده بالظبط اللي هنشوفه النهاردة. الخوف بيعري النفوس وبيطلع الجانب المظلم اللي مخبينه، ولما الموت بيبص في عينينا الصاحب ممكن يبيع صاحبه عشان يتنفس دقيقة زيادة. دي مش مجرد حكاية رعب، دي رحلة في قاع النفس البشرية. الحكاية بتبدأ مع جون، شاب لسه متخرج بدرجات امتياز وبيحتفل مع شلته بطلعة صياعة، متحمس جدا للمغامرة وبيلم هدومه بسرعة وبيلحق بيهم. الشلة دي فيها بنت اسمها كيتي. جون واقع في غرامها في السر وبيموت فيها، بس لسوء حظه كيتي أصلا مرتبطة بواحد اسمه مات، والموضوع ده معروف لكل الشلة. أخو مات الصغير اسمه سايمون وهو اللي سايق العربية، وصاحبهم التاني جاك متكلف بمهمة تصوير الرحلة كلها صور وفيديو. بعد سفر لكذا ساعة الشلة بتوصل لغابة مقطوعة، بيكتشفوا هناك بحيرة صغيرة متوصلة بنهر، بينزلوا عدتهم وبيلمحوا مركب خشب قديم مركون، بيقرروا يزقوه وينزلوه المية كلهم مع بعض. وهم بيجهزوا عشان يتحركوا فجأة بيقرب منهم راجل من أهل المنطقة اسمه هيم بيعرف جون وبياخد الشلة على جنب ويحذرهم ينزلوا النهر. على كلامه النهر ده ممكن يبان عادي من بره، لكنه مخبي أسرار ضلمة وكائنات مرعبة تحت سطحه. جون بيعمل ودن من طين وودن من عجين وبيعتبر الكلام ده خرافات وبيطنش. الشلة بتتحرك وهم بيضحكوا وعايشين اللحظة، لكن جون ما بيقدرش يشيل من دماغه حلم كابوسي شافه الليلة اللي فاتت. في الحلم ده شاف كيتي بتعوم في النهر وبتقع في خطر مميت. من كتر قلقه بيديها قلادة صغيرة كتميمة حظ. كيتي بتفهم مشاعر جون ناحيتها، لكنها بتفضل مخلصة لمات وبترجع له الهدية بذوق. جون بيتجرح بس بيقرر يكمل وينضم للباقيين وهم بيبحروا لعمق النهر. أول ما بيوصلوا لنص المية الكل بيبقى في قمة الانبساط. مات بيقترح إنهم ينطوا ويعوموا شوية. كيتي وبنت تانية اسمها ديب بيوافقوا بحماس. جون بيعترض بشدة بس محدش بيعبره. التلاتة بيغطسوا في المية وهم مش حاسين بالكارثة اللي مستنياهم تحت. وهم بيعوموا وبيهزروا جون وسايمون وجاك يفضلوا على المركب. فجأة المركب بيبدأ يتهز بعنف شديد، كأن في حاجة ضخمة بتشده من تحت. الكل بيترعب بس بيكتشفوا إن مات هو اللي بيعمل كده عشان يخوفهم، وبيعمل ناصح بيضحك وبيرجع يعوم ناحية كيتي وديب. لكن بعد ثواني المركب بيتهز تاني، المرة دي أعنف بكتير، ومات ملوش دعوة خالص لأنه بعيد. جون بيدرك إن في مصيبة بتحصل بجد، بيبص في المية وبيلمح كائن عملاق مرعب حجمه أكبر من أي قرش وشكله ملوش أي مثيل شافه قبل كده. مفزوع بيأمر الكل يرجعوا للمركب فورا. في الأول ماتوا كيتي وبيب بيفتكروه بيبالغ ومأفور، لكن لما بيلمحوا حركة غريبة تحت المية بنفسهم بيجروا على المركب. الباقيين بيسحبوهم في آخر لحظة رغم إنهم في أمان مؤقت، بس الخطر لسه بيبدأ. سايمون بيحاول يجدف بالمركب ناحية الشط، لكن الكائن المتوحش بيطلع فجأة من تحت وبيطير المجداف في المية. ديب بتمد إيديها بلهفة عشان تمسكه، لكن الكائن بيندفع وبيعض إيديها بوحشية. مات بيسحبها بسرعة جوه المركب، بس الكارثة حصلت. مخالب حادة زي المواس قطعت لحمها بعمق والدم بينزف من الجرح بسرعة مرعبة. الشلة بتعمل المستحيل عشان توقف النزيف، بيلفوا دراعها بضمادات أي كلام بس مفيش فايدة. سايمون بيجيب مجداف تاني، لكن الكائن بيكسره نصين وبيرميه بعيد. الرؤية بتبقى واضحة ومرعبة للكل. الكائن اللي عايش تحت ده مش ناوي يسيبهم يخرجوا عايشين. الرعب بياكل في الشلة وهم بيحاولوا يلاقوا أي حل، والموقف بيقفل في وشهم. في نفس الوقت حالة ديب بتتدهور بسرعة، رغم كل محاولاتهم بتفقد دم كتير جدا، وفي دقايق بتموت بشكل مأساوي قدام عينين صحابها المرعوبين. دم ديب بيفضل ينزل في النهر والكائن بيشمه فورا. بيبدأ يلف حوالين المركب زي الصياد اللي مستني اللحظة المناسبة. مات بيسحب دراعها المجروح جوه المركب بسرعة عشان يمنع الدم يوصل للمية. دلوقتي بس الكل بيفهم الخطر اللي هيم حذرهم منه. سايمون لسه معاه مجداف واحد وبيحاول باستماتة يقدف للشط. كانوا مقتنعين انهم لو لمسوا الارض هينجوا، لكن للاسف كل حركة للمركب بتجذب الوحش اكتر. سايمون من كتر غضبه ورعبه بيضرب المجداف في راس الكائن مباشرة. الهجمة بتتقلب ضدهم والمجداف بيغرس في جسم الكائن وبيسحبوا معاه. كده فقدوا اخر وسيلة يوجهوا بيها المركب وما بقاش حيلتهم حاجة. الذعر بيسيطر على الكل، ما بقوش قادرين يحركوا المركب ومحدش يجرؤ ينزل المية وهو عارف ان الوحش هيمزقه حتت. وسط الفوضى دي مات بيلاحظ ان جون قاعد هادي بشكل غريب، كأنه عارف حاجة ومخبيها عنهم. مات بيشخط فيه بعنف ويطلب تفسير. جون بيعترف انه حذرهم كلهم من النزول للمية، وبيقول انه شاف رؤى غريبة بس ما تخيلش ابدا انها هتوصل لموت حد. جاك بيتدخل ويوضح ان الخناق مش هينجيهم، بيقترح انهم يشتتوا انتباه الكائن، وبعدها بيطرح حل مرعب يقشعر البدن: يرموا جثة ديب في النهر على امل ان الوحش يتلهي في الاكل شوية لحد ما يلاقوا طريقة تانية يهربوا. محدش كان عايز يتخلى عن صاحبتهم
والقرار كان بيكسر القلب، لكن غريزة البقاء ما سابتش ليهم أي بديل. بعد وداع أخير بينزلوا جثة ديب في المية بالراحة. الكائن بيحس بيها في ثانية وبيسحب الجثة لتحت وبيبدأ ينهش فيها. طول ما الوحش مشغول، الشلة بتحاول باستماتة تحرك المركب لبر الأمان. جاك بيكمل تصوير كل حاجة، بيأمل إن حد يشوف اللقطات دي لو حد فيهم عاش. بسرعة جاك بيلاحظ إن الكائن خلص أكل وراجع ناحيتهم تاني، وكأن المصايب مش كفاية، المية بتبدأ تتسرب جوه المركب من شقوق في الجنب. لو ما تصرفوش بسرعة المركب هيغرق حتى من غير مساعدة الكائن. الكل بيبدأ يغرف المية بإيده برعب. بقى واضح وضوح الشمس إن كل ثانية بتفرق في حياتهم. مات بيمسك غطا صندوق تخزين وبيحاول يستخدمه كبديل للمجداف، بس طرطشة المية بتجيب الوحش أقرب. لأول مرة بيشوفوا الكائن بوضوح، شكله زي سمكة مشوهة ضخمة بفكين مليانين سنان حادة زي المواس. عضة واحدة من البتاع ده كفيلة تنهي حياتك. الوحش بيخطف الغطا اللي مات بيجدف فيه في لمح البصر، بيسيبهم عاجزين تماما من غير أي حلول. الصدمة واليأس بيخيموا على الشلة. بس قبل ما نكمل ونشوف مين اللي هياكله الوحش ومين اللي هينفد بجلبه، انزل اخبط اللايك المتين واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تفعل الجرس. نرجع لجاك اللي بتجيله فكرة تانية. بيقترح انهم يرموا كل الاكل والشرب بتاعهم في النهر على امل ان الكائن يتلهي فيهم شوية لحد ما يلاقوا طريقة تانية يهربوا. عشان مفيش حلول تانية الكل بيوافق. بيرموا كل حاجة من اكل سريع لأزايز شرب في المية، وبيدعوا ان الوحش يبلع الطعم ويسيبهم في حالهم. بس محاولتهم لتشتيت الوحش بالاكل بتفشل فشل ذريع. الكائن ما بيديش اي اهتمام للاكل، وكده ضيعوا اخر مؤن ليهم على الفاضي. دلوقتي هم محبوسين من غير اكل ومن غير طريقة يحركوا بيها المركب، والموت بيلف تحتيهم. الموقف بقى مسألة حياة او موت. جاك من كتر يأسه ورعبه بيقترح خطة أسوأ من اللي قبلها. بيقول ان لازم حد تاني يتضحى بيه زي ما حصل مع ديب. لو في شخص نزل المية وبقى وجبة للوحش، الباقيين ممكن يلاقوا فرصة يهربوا. السؤال المرعب كان مين اللي هيروح في داهية؟ الشلة بتبدأ تصوت وهم كارهين نفسهم وضميرهم بيأنبهم. لما بيعدوا الأصوات اسمين بيتكرروا: جاك وجون. بعد تصويت تاني جون بياخد الأغلبية. جون بيلاقي نفسه قليل الحيلة ومغلوب على أمره، فبيقبل القرار، والكل بيبصله وهو بيتسلق سور المركب وبينط في النهر. بيبدأ يعوم فورا ناحية الشط وهو بيأمل إنه يسبق الوحش بأي طريقة. في ثواني الكائن بيندفع وراه وجون بيختفي تحت المية. الكل بيفترض إنه مات وشبع موت. بيقنعوا نفسهم إن الوحش هيفضل مشغول بالأكل شوية، واللي باقيين بيحاولوا يستغلوا الفرصة دي. كيتي بتلوم جاك بغضب على كل المصيبة دي، وبتأكد إن فكرته الزبالة هي اللي دخلتهم في الكابوس ده. بيحاولوا مع بعض يزقوا المركب لقدام بإيديهم، بس بيتحرك بالعافية. بعدها الكائن العملاق بيرجع وبيبدأ يلف حوالين المركب من تاني. لحسن حظهم بيكتشفوا كام صاروخ ألعاب نارية وسط حاجتهم، بيولعوها ويرموها في المية. الانفجارات بتخوف الوحش مؤقتا وبتديهم فترة هدوء قصيرة، لكن للأسف ده ما بيحلش أي حاجة. الكائن لسه مستخبي قريب ومستني اللحظة. في اللحظة دي مات بيبص لجاك ببرود وبيقترح إن جاك يبقى الضحية الجاية. جاك بيترعب وبيترجاهم باستماتة يسيبوه يعيش، ولما بيلاقي محدش بيسمع له بيكشف سر يصدم الكل. بيقول إن كيتي كانت بتخون مات في السر مع أخوه الصغير سايمون. سايمون بيتعصب جدا، في حين جاك بيأكد إن معاه دليل متصور على الكاميرا، وبيتحداهم يتفرجوا على اللقطات بنفسهم عشان يصدقوا. بس مات وسايمون الغضب كان عماهم خلاص. بيمسكوا جاك ويسحبوه لحرف المركب ويرموه في النهر. جاك بيصرخ يطلب النجدة وهو بيعافر في المية، لكن التانيين بيبعدوا ويسيبوه لمصيره الأسود. لثواني معدودة كل حاجة بتبقى هادية بشكل يخوف، وبعدين الوحش بيضرب، بينط من الأعماق وبيمزق جاك حتت وبيقطع جسمه الأشلاء. موته كانت وحشية ومرعبة لأقصى درجة. دلوقتي مفيش على المركب المتضمش ده غير مات وسايمون وكيتي. في نفس الوقت القصة بترجع لجون. عكس كل التوقعات جون طلع عايش وقدر يوصل للشط. ما قدرش يمنع نفسه من الإحساس بالامتنان للتميمة الغريبة اللي في رقبته. جواه كان مصدق إنها بتحميه من اللعنة وبتمنع الكائن يقرب له. وهو بيلف على الشط جون بيكتشف مركب تاني. المركب ده فيه موتور، بيدرك إنه أسرع بكتير من مركبهم الخشب، وبينزله من المية فورا وبيلف ويرجع عشان ينقذ صحابه. نرجع لنص النهر. مات بيبدأ يشك في سايمون وكيتي هما الاتنين. كلام جاك الأخير بيفضل يطارد في دماغه. ما بقاش واثق في أي حد وكل همه إزاي يعيش وبس. وهو بيفتش في حاجات جون، مات بيلاقي فاس مستخبي في واحدة من الشنط وبيقرر يخليه معاه كسلاح. سايمون بيحاول يحرك المركب بصندوق تخزين كأنه مجداف، بس الوحش بيدمره في ثانية كأنه ورق. الأسود من كده الوحش بيبدأ يهاجم المركب نفسه. المية بتبدأ تندفع من الأجزاء المتكسرة في جسم المركب. كيتي من
كتر غضبها ويأسها بتمسك الفاس وبتضرب الوحش بيه كذا مرة كل ما يظهر على السطح، والمفاجأة إن ضرباتها بتعور الكائن بجد. لأول مرة الوحش بيتراجع وبيختفي تحت المية. الشلة بتحس بشوية أمل إنهم أخيراً قدروا يأذوا الوحش، وبعدين بيشوفوا حاجة تفرح أكتر من بعيد، مركب بموتور جاي طاير ناحيتهم، ولما بيقرب بيكتشفوا إن اللي سايق مش حد غريب، ده جون. قدر يعيش بطريقة ما وراجع طلقة عشان ينقذهم، رغم إنهم خانوه ورموه في النهر عشان يموت، بس رجع برضه عشان يلحقهم. المركب أبو موتور اللي لقاه جون ما كانش سريع قوي، بس لما بيوصل للناجين مات وسايمون وكيتي بيفرحوا جدا إنه عايش. جون بيرميلهم حبل فورا عشان يسحب مركبهم البايظ للشط. لفترة قصيرة كل حاجة بتبان إنها ماشية تمام وعلى الألف. المركب أبو موتور بيسحب المركب الصغير وراه، وأخيرا بيبان إنهم بيتقدموا ناحية بر الأمان. وبعدين الكارثة بتحصل من تاني وتكسر كل الآمال. الكائن المتوحش بيهاجم مركب جون فجأة وبيخبطه بقوة رهيبة. الخبطة كانت هتطير جون في المية. الذعر بيرجع يسيطر الكل وكله بيحاول يفهم إزاي هينجو المرة دي. وسط الفوضى الحبل اللي رابط المركبين بيلف حوالين رقبة جون. مع شد الوحش وخبطه تحت المية الحبل بيخنق جون بقوة كبيرة. وفي نفس الوقت المركب أبو موتور لسه بيتحرك لقدام وبيخلي الوضع أسوأ بكتير. جون بيصرخ باستماتة يطلب المساعدة والروح بتتسحب منه. كيتي اللي لسه ماسكة الفاس بتفهم إنها تقدر تنقذه لو قطعت الحبل، لكن مات وسايمون بيمنعوها بالقوة. بيتخانقوا ويقولوا إنهم لو قطعوا الحبل هيخسروا ربطتهم بالمركب وهيضيعوا آخر فرصة ليهم في الهرب من الموت. قدام الاختيار ده بيتخلوا عن جون بدم بارد، بيفضل يعافر بقلة حيلة لثواني كلها عذاب لحد ما بيموت. بالراحة مات وسايمون بيبدأوا يسحبوا المركب أبو موتور ناحيتهم بالحبل، مقتنعين إن كل حاجة هتبقى تمام أول ما يركبوه. بس القدر كان مخبلهم حاجة تانية خالص. المركب المتدمر بيفقد توازنه فجأة وبيبدأ يغرق. كان في خرام كتير أصلا من هجمات الكائن، وفي ثواني بيختفي تحت المية وبيسيبهم على الحديدة. آخر أمل ليهم ضاع في الهواء. جثة جون طافية قدامهم والحبل لسه ملفوف على رقبته جامد. التلاتة بيبصوا له بصدمة ويأس وهم فاهمين إنهم اتحبسوا تاني. وبعدين بتحصل حاجة غريبة محدش كان متوقعها. الكائن بيقرب من جثة جون وبيتفحصها بعناية. الكل متوقع إنه هياكله في قطمة واحدة، بس ما بيعملش كده. لسبب محدش فاهمه الوحش بيرفض يلمس جثة جون تماما، ومحدش فيهم قادر يستوعب ليه وإيه السر. سايمون بيجيب آخره من الإحباط والضغط النفسي، بيمسك الفاس وبيبدأ يكسر حتة من المركب الخشب عشان يعمل مجاديف أي كلام. هو وكيتي بيحاولوا باستماتة يلاقوا طريقة يفضلوا يتحركوا بيها للشط. في نفس الوقت مات قاعد ساكت بياكلوا الغيرة والشك بياكل وشه. كلام جاك الأخير عمال يتعاد في دماغه ومش بيقوف، مش قادر يبطل تفكير في احتمال إن كيتي خانته بجد مع سايمون. كل ما بيفكر أكتر بيحس إن الاتنين دول أعدائه مش حبايبه. الثقة انعدمت تماما وكل واحد مستني الغلطة للتاني، وفي النهاية التوتر بينفجر. مات وسايمون بيبدأوا يتخانقوا والخناقة بتقلب بضرب في ثواني. كل أخ بيحاول يزق التاني ناحية حرف المركب، وهم عارفين إن الوقوع في المية معناه الموت المؤكد في بطن الوحش. كيتي بتعافر عشان تفرقهم وتوقف الخناقة العبثية دي. بعد شوية الأخين بيهدوا شوية عشان يفكروا، بس بدل ما يتصالحوا بيوصلوا لاستنتاج خطير جدا. في دماغهم المشكلة الحقيقية مش هما الاتنين، المشكلة هي كيتي. سايمون بيعترف بوقاحة إن هي اللي لعبت بيهم هما الاتنين وفرقت بين الأخين. مع سيطرة الخوف والشك والبارانويا على الناجين، وحدة الصف الضعيفة اللي كانت مخلياهم عايشين بتنهار تماما. مات وسايمون بيقتنعوا إن كيتي هي السبب في العداوة دي وبيقرروا إنها الضحية الجاية. بتترجى كيتي إنهم يوقفوا، بس الأخين كانوا فقدوا عقلهم خلاص ومفيش رحمة في قلوبهم. من غير أي تفكير بيمسكوها ويرموها في المية. مرعوبة كيتي بتحاول تتسلق المركب تاني وهي عارفة إن الوحش ممكن يهاجم وينهي حياتها في أي لحظة، لكن مات وسايمون بيرفضوا يطلعوها وبيزقوها بعيد. خوفهم وأنانيتهم سيطروا عليهم بالكامل وما بقاش فيهم ذرة إنسانية. بعد ما بتعافر في المية كذا دقيقة كيتي بتغطس تحت السطح في محاولة للنجاة وتختفي. دلوقتي مفيش غير مات وسايمون لوحدهم على المركب. في الأول بيبان إن الأخين هيتعاونوا عشان يهربوا، بس تحالفهم الهش ده بيقع بسرعة جدا. الشك والغل بيكبر بينهم كل دقيقة. الاتنين بيفهموا إن واحد بس فيهم اللي ممكن يخرج عايش من الليلة الكحل دي. الخناقة بتولع تاني وتقلب بضرب أعنف، وخلال العراك الاتنين بيقعوا في النهر. سايمون بيتخبط في دماغه وبيتصاب جامد، ما بقاش في حيل يطفو على الوش وبيبدأ يغرق تحت المية. رغم كل اللي حصل مات ما قدرش يسيب أخوه الصغير يموت. بينط في النهر ويعوم ناحية سايمون وهو مصمم ينقذه مهما كان التمن. مات بيقدر يمسكه وبيبدأ يسحبه ناحية المركب، وبعدين سايمون بيلمح الوحش جاي طاير ناحيتهم زي الصاروخ. في اللحظة دي بياخد قرار في
بمنتهى القسوة والجحود. بدل ما يساعد مات، سايمون بيرفصه بعيد وبيزقه مباشرة في سكة الكائن. الوحش بيقفل فكوكه الضخمة على مات في ثانية وبيسحبه تحت المية. كده بكل بساطة مات بيموت على ايد اخوه اللي كان بيحاول ينقذه بدمه. سايمون بيطلع على المركب بالعافية وينقذ نفسه وهو بيلهث. في مكان تاني كيتي قدرت تعيش بأعجوبة وما ماتتش. كانت عمت لحد المركب أبو موتور المقلوب ومستخبية فوقيه، تعبانة ومرعوبة، وفضلت مكانها بتدعي إن الكائن ما ياخدش باله منها. وهي قاعدة على الحطام بتلاحظ جثة جون طافية قريب. في حاجة مش منطقية خالص بتخليها تفكر، الوحش كال الباقيين، اشمعنى جثة جون اللي ما لمسهاش أبدا؟ وهي بتفكر بتفتكر التميمة الغريبة اللي جون حاول يديها لها في أول الرحلة، وفجأة بتفهم كل حاجة والسر بيتكشف قدامها. بتعوم لحد جثة جون وبتشيل التميمة من رقبته وتلبسها هي. بعدها بثواني الكائن بيظهر تاني وبيبدأ يلف قريب، وبعدين الحقيقة بتبقى واضحة زي الشمس. أول ما التميمة اتشالت الوحش فورا بيسحب جثة جون وبياخدها عشان ياكلها. كيتي بتفهم في لحظتها إن التميمة دي بتحمي اللي لابسها من الكائن، ومع السر ده بتنزل المية من غير ذرة خوف وبتبدأ تعوم ناحية الشط. ساعات بتعدي والضلمة بتنزل على النهر الملعون. في النهاية كيتي بتوصل للشط وبتحس إنها أخيرا في أمان. بتخطط تدور على مساعدة وتهرب من الكابوس ده للأبد، بس يدوب الأمل بيرجع بتكتشف إن سايمون هو كمان عايش وما ماتش. بطريقة ما فضل عايش على المركب ووصل للشط في النهاية. بيلحقها بسرعة قبل ما تقدر تمشي أو تطلب النجدة. في الأول سايمون بيعمل نفسه طيب وقلقان عليها وبيعمل فيها الحنين، بيقول لها إنهم لازم يفضلوا سوا عشان يهربوا من الغابة دي، لكن في السر هو عارف إنها لو وصلت للناس هتفضح الحقيقة عن موت مات، وسايمون هيبقى المشتبه به الأول وهيروح في داهية. عشان يكسب ثقتها بيمثل إنه خايف عليها لدرجة إنه بيبوسها وبيخليها تصدق إنه لسه بيحبها وعايز يحميها. لكن المأساة إن كل ده كان كذب في كذب والشيطان بيتلاعب بيها. بعد لحظات سايمون بيكشف نيته الحقيقية، بيهاجم كيتي ويزقها في المية ويقطع التميمة من رقبتها. هو كان فهم خلاص سر التميمة دي من مراقبته ليها، وبعد ما بيلبسها بيمنع كيتي إنها تهرب. كل ما تحاول تجري ناحية الشط بيمسكها ويغطسها تحت المية بالقوة. كيتي بتصرخ وبتعافر باستماتة، بس مفيش حد فاضل عشان ينقذها. سايمون بيفضل خانقها وخافسها تحت المية لحد ما بتقطع النفس وتستسلم. في دقايق كيتي بتموت وبتروح ضحية الطمع والندالة. دلوقتي سايمون هو الناجي الوحيد، لابس التميمة اللي بتحميه ومقتنع إن الكائن ما بقاش يقدر يأذيه، وبكل ثقة إنه أخيرا هرب من اللعنة بيقرب من الشط عشان يرجع لحياته. يا دوب بيحط رجله على الأرض بتظهر عربية فجأة في الضلمة، كشافتها بتنور المكان وبتبين راجل عجوز واقف قريب. سايمون بيتجمد مكانه فورا والدم بينشف في عروقه. فكرة مرعبة بتضرب في دماغه زي الصاعقة، إيه العمل لو الراجل العجوز ده عارف الحقيقة عن كل اللي حصل؟ لو عارف جرايم سايمون أخيرا هتجيبه الأرض ومش هينفد بيها. في صدمة غير متوقعة الراجل اللي واقف قدام سايمون بيطلع هيم، نفس الراجل اللي حذر جون في أول الحكاية إنه ما ينزلش النهر الملعون. هيم بيبدأ يسأل فورا عن جون وباقي الشلة، ما هو سايمون هو الوحيد اللي واقف سليم على الشط. في اللحظة دي جثة كيتي بتطفو على الوش وراه وبتخلي الموقف مريب أكتر. هيم بيفهم بسرعة إن في حاجة غلط وإن ريحة الدم فايحة من سايمون. سايمون بيبدأ يألف روايته الخاصة للأحداث وبيعيش دور الضحية، وبيقول إن الكل خانه وحاول يقتله. على كلامه الرحلة دي كلها كانت فخ مدبر، ده حتى بيتهم جون إنه العقل المدبر، وبيقول إنه كان عارف بأمر الكائن وجابهم مخصوص عشان يبقوا ضحاياه. سايمون بيفضل يجادل إن كل اللي عمله كان دفاع عن نفسه وبس وإنه مظلوم، لكن هيم مش مصدقه ولا ثانية وما بياكلش منه الكلام ده. بيقول لسايمون إنه كذاب ومنافق لأنه يعرف جون وجد جون معرفة شخصية من زمان، ومن وجهة نظره ولا واحد فيهم ممكن يعمل حاجة بالقسوة دي. وبعد ما بيشوف الفيديوهات اللي جاك صورها هيم بيتأكد إن سايمون هو السبب في الكارثة دي كلها. سايمون بيدرك إنه اتفضح، بيقع على ركبته وبيترجى هيم يعيط له ويسيبه يمشي، بس هيم ملوش أي نية إنه يسيبه يهرب بعملته القذرة. بيسحب مسدس وبيضرب سايمون بالنار في رجله من غير تردد. سايمون بيقع يصرخ من الألم والدم بينزف من الجرح، وخلال العفرة دي التميمة بتقع من رقبته على الأرض وبتطير منه. الدم بينتشر بسرعة في المية اللي جنبه، والكل عارف ده معناه إيه في النهر ده. الكائن شم ريحة الدم خلاص. بعد ثواني الوحش بينفجر من الأعماق وبينطلق ناحية سايمون. من غير حماية التميمة سايمون بقى مكشوف تماما وملوش دية. الكائن بيمسكه وبيسحبه للضلمة اللي تحت وبينهي حياته بنفس الوحشية اللي مات بيها الباقيين. ومع اختفاء سايمون ورجوع الوحش للأعماق بتخلص قصتنا المرعبة دي لحد هنا. يا ترى لو كنت
كنت مكان أي حد فيهم، كنت هتمشي ورا غريزة بقائك وتدوس على أصحابك، ولا كنت هتفضل إنسان للآخر؟ الخوف ممكن يكشف أسوأ ما فينا، بس دايما النهاية بتليق باللي بيبيع أصحابه. شاركوني رأيكم في التعليقات وقولولي إيه أكتر لحظة رعبتكم في الفيلم. لو التلخيص عجبكم ما تنسوش تخبطوا اللايك المتين وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد بنفس الروح دي. سلام.